ابتدينا نركز عليه في منشور مطبوع النهارده عن الترامادول. لان الترامادول اصبح ناشونال كرايسيس. مش موجود في حته في العالم مش عندنا دلوقتي ما بقتش بس اول سؤال تاخد، ده انا جاي لي مدير بنك وبيشك في مراته. اول ما قلت له انت بتاخد ترامادول قال لي طب انت مش عارف ان دواء خطير؟ قال لي لا ده انا باخد بقالي سنتين عشان الملوك الدكتور كتبوا لي وكل ما اروح له بيجددوا لي. الترامادول نزل جدول 3 لمده سنتين، ودي كانت الله يسامحك يعني خرب الدنيا، لانه اكثر من 12 مصنع ترامادول بيطلعوا كل سنه 3 مليون قرص. يعني 3 مليون قرص ده قعد لمده سنتين محطوط، يعني اللي اتقبض عليه مع الترامادول دواء ليجل لغايه لما عملنا الموضوع وضربنا فيه لما شويه لغايه لما نزلوا جدول واحد. لكن خلاص بقى فجانا الترامادول صيني. وبرضه بتصنع في مصر، يعني دلوقتي التصنيع في الادويه في مصر يعني على الرصيد. واكثر حاجه بقت بتظهر فعلا الفيكس والشك، يشك في مراته، يشك في امه، يشك في قطع الزيت، يشك في خطيبته. فطبعا حته التداخل بقى ان هو مهم جدا. جالي واحد ابنه جاله ورم في عينه، فدخل يعمل عمليه، فالجراح بيفتح السيست طلع منها فتافيت 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 فتافيت. فوالده بيقول لي والده الدكتور يقول الراجل مش عارف ايه الحكايه دي، فعمل سكشن بالراحه كده، سكشن بسيط قوي بقى يلقط الهرمون ووداهم وتحللوا طلع فانجس انفكشن وطلع انه كان بياخد هيروين انجكشن. الهيروين انجكشن الفقاقه بتاعت المدمن انه بيحط نقطه ليمون فينزل الفانجس اللي على الليمون مع الانجكشن فيخش وينبت. انا لما عملت مره استدي على الهيروين والافكت بتاعه على البرين فانكشن، فلقيت حوالي 60% عندهم سيرفس ديسفانكشن على مستوى الاي سي جي. فبعت عملت لهم كات سكاننج لقيت اشكال غريبه جدا، سيرمو وليشي حته كده طايره ملاش اي اناتومي كده، وبعدين فرونتال انتر هيمسفيريك اوكسيبيتال اتروفي مش ماشي معايا مش. فطبعا طلع كله فانجس 3 جروث، يعني شجر فانجس شغال جوه عمال سبيسيفيك وباين مش باين بقى حاجه خالص. فطبعا يعني احنا في عندنا حاجات كثيره جدا متداخله. يعني ده كانت حاله سالمونج وكانت كسر من اجمل الحالات اللي اتعملت. انا بيهمني جدا انه يبقى في تواصل مع التخصصات المختلفه. احنا برضه كنا عملنا في الورلد منتال هيلث داي عن مع دكاتره الجلديه، وعملنا الفرونت بيج بتاعتها 10 اطفال نايمين على النجيل وراسهم في راس بعض كلهم صلع. فطبعا سايكولوجيكال كرايسيس. وعملنا بعدها عن الديبريشن بينز اوف ديبريشن، ده كان مالتي نيشن ستادي، لانه احنا كدكاتره نفسيين بنشخص الديبريشن بالديبريسيف سيمبتومز اكثر، انما طلع ان لها البين سيمبتومز بتاعتها اكثر من الديبريسيف سيمبتومز. الجنرال براكتيشنر بيروح له واحد عنده بينز مختلفه فهو بيشخص البينز ما بيحطش في اعتباره السيمبتومز بتاعت الديبريشن. فيعني في موضوعات كثيره جدا اللي يزول سايكاتري الحقيقه زي ما سيادتك بتقولي في غد زي التواصل مع الفئات المختلفه، لانه ما كناش ان احنا يبقى في معانا باورفول سايكولوجيست وكل الامكانيات بتاعته التولز بتاعته. انا الواحد بيسافر بره يلاقي مجلات كده عن اختبارات نفسيه جديده طالعه، هاخد ايه ولا ايه؟ لوري نبراسكا كان دكتور علوان كان ترجمها وعملها في رساله الدكتوراه بتاعته، فلقطناها منه وكان ماسك وحده الاي جي معانا في العياط، فلقطناها منه وطورناها وابتدينا نستعملها دلوقتي. واحنا ان شاء الله هنعمل دوره تدريبيه قريب عن لوري نبراسكا، لانها دي من الحاجات الحقيقه الفئات الاهميه في انها يعني حساسيتها للدياجنوز والاورجانيك ديسوردر وللريهابيليتيشن بتاعها، كله مديون للريهابيليتيشن بتاعه.
وانه يبقى في اكثر من برامج. كان برضه من ضمن الحاجات الكوجنيتيف الكمبيوترايز كوجنيتيف اسسمنت. احنا عندنا السيرميون بيعمل كويس قوي في السيرميون. كان نوتروبيك دراج كان نزل واتسحب، معرفش ليه اتسحب اياميها، لكن كانوا وزعوا معاه سوفت وير تريننج للميموري، فما زلنا بنستعمله بكفاءه. الحقيقه بيدي افكت جامد جدا في حته الميموري تريننج والاتنشن والسباتيوال ميموري والكومباوند ميموري. فبرضه بيدي يعني فرصه للمريض اللي بيبقى عنده ميموري بروبلمز. كتير من البرزنتيشن يجيبوا حته الاميزيا، بيشتغلوا ما عندوش تركيز، بيطلعوا عندهم هايبرليبيديميا ومعاه هايبر انسولينيميا. كل ما يفعل يطلع انسولين يكسر السكريات، يجيب سيفير انكزايتي وياكل فيسمع. فبعد شويه يجي له دايابيتس لانه الانسولين هيبين اكزهوست خلاص. ف يعني الدبريشن ده بيتعالج بالانتي دايابيتيك دراج، واكثر واحد فيهم الجلوستين هو احسن حاجه سنسيتيف للسندروم اكس. فطبعا احنا محتاجين الكثير من الاجتماعات العلميه والتبادل الخبره عشان نقدر ان احنا التواصل دوت بيدي كفاءه للخبرات بتاعتنا يوميا. فاحنا شاكرين لوجودكم. الزملاء نعمل تي بريك.